في ناس كثيرين لما تقول له صلي تو الناس وتو الناس، لما أكبر، لما يخلص رمضان، لما ما أدري إيش. نعم. الصلاة لها واقع شيخ. نعم الله يجزيك. هذه عندي قصتين، قصة لابد أن أذكرها وقصة نختم فيها هذا اللقاء المبارك بإذن الله تعالى. القصة هذه إنهم أحضروا لجنازة شاب في الساعة 10 الصبح، يعني عمره حوالي 38 سنة، عادي كأي جنازة. قلت دخلوها نجهزها دحين شوي. وفجأة إن تخش زوجته عندي في المكتب، ممنوع دخول الحريم جوة المقابر. فجوا اللي معاه قلت يا أخي ليش تدخل هذا؟ إيش تبغى مني؟ قالت هذه زوجة الماء. قلت طيب إيش تبغى؟ قالت بتكلمك. قلت أنا أخرج لها، ما تخش المقبرة، أنا أخرج لها تكلمني من السيارة من ورا. قال ضروري يا شيخ. قلت هو أنا خارج معاكم. إيش في يا أختي؟ كيف تجي المقبرة؟ قلت ما شفتي جزء؟ قالت يا شيخ أبغاك في كلمة سر بيني وبينك. قلت نحن الآن في موت وتقولي كلمة سر؟ قالت نعم يخص الميت. نعم تفضلي. قالت يا شيخ ترى جوزي مات على جنابه. كيف؟ قالت جوزي مات على جنابه. كيف مات على جنابه؟ قال يا شيخ بعد سمع الأذان، سمع أذان الفجر وأنا أقول له قوم تروش، قوم اغتسل، قوم استحمى عشان تصلي، عشان تصلي وتنام، ما تجيك لك كوابيس ولا شيء، تكون في ذمة الله أنت طاهر. فرفض. يقول له طيب شوية 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 إلى أن قامت في الصبح عشان تجهز له الفطور وجدت تموت. الله أكبر. تزكن عليه قوم صلي، سامع الأذان، قوم اغتسل استحمى تروش. الله العافية. ايش كثرهم يا شيخ اللي تقول له يا أخي ايش ما تصلي؟ إن شاء الله لما أكبر، لما أقوم من النوم، يا أخي صلاة. يمني على الله سبحانه وتعالى. خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. يمني على الله سبحانه وتعالى إنه حيعطي له عمر زي ما ذكر فضيل الشيخ. كثير من الإخوان والشباب اللي نمسكهم يقول لك لما أبلغ عمر 60، لما أبلغ 50 إن شاء الله في رمضان، لما أتزوج، لما أتزوج في الحج في أول السنة. يا أخي تدري الموت الفجأة اللي حذر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنت تضمن نفسك إنك حتعيش لبكرة؟ يمني تضحك على نفسك. يعني يجيب المراية هذا اللي تارك الصلاة أو اللي بآخر الصلاة، يجيب المراية ويكلم نفسه في الكلام هذا. هل هو بيضحك على ربنا ولا بيضحك على نفسه؟ شيخ بما أن احنا في نهاية هذه الحلقات الثلاث، شيخ أظن عندك قصة تريد أن تختم فيها. نعم تكمل لهذه القصة. شاب يا شيخ، شاب في مقتبل العمر كان يلعب كورة، لسه هذه القصة جديدة، كان يلعب كورة وحس قبل الأذان بنص ساعة إنه الأذان حيأذن. قام استأذن وقف. قالوا له باقي على الأذان نص ساعة. قال نص ساعة أنا كل تراب أبغى أغتسل، تروش، تحمى، أتوضأ وأروح المسجد مثلا. فيقولوا يا شيخ، هذا بيقولوا أصحابه، يقول له جاء عند طرف الملعب واتكى على السيارة، حط يده على السيارة كده، شعر بنغزة في صدره. فزعم يا فلان تعال. قال له ايش بقى؟ قال له شاعر بنغزة في صدري، اديني مويه، ابغى مويه. فجابوا له مويه بسرعه، جابوا له كاسه قاروره المويه الصحه الصغيره وحاسله. يعني الشاب هذا شوف قصته في الاخير من لسان والده ووالدته، يعني شيء يبكي يا شيخ. لما جاء جابوا له المويه قبل يرفعها على فمه، قاروره قبل يرفعها، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ما كمل الكتاب وزوى على كبوة السيارة، نطق الشهادة وآخر كلمة ومات. إيش الشاهد في القصة هذه؟ الشاهد القصة هذا إنه هذا الشاب عريس باقي له شهر بيجهز ببيته، وجايبين له تصريح من زوجة من قريبته من دولة عربية، جايبين له التصريح وفرحان، ووحيد أم وأبوه. كلموني أجي عنده في البيت عشان أجهز. دخلت عليه في الغرفة وهو بملابسه الرياضية، حتى الشراب ما خلعوا منه. إيش الشاهد في القصة دي؟ والله يا شيخ أقلبه في يدي وأتذكر إنه كان يلعب زي الحصان مع زملاء، والآن جبت حامدة، وبكرة أنا، وبكرة أنت، وبكرة فلان. فين عدينا لهذا؟ وتخش أمه يا شيخ تلطم فيها، تلطم في خدها، واللطم من الجاهلية. لكن الموقف كان محزن. ايش تقول له؟ تهزه تمسكه من
من حوايجه تقول له قوم يا فلان، انت ما انت ميت، انت دوبك تاكل معك. مو مصدق. تقول له انت دوبك قاعد تاكل معايا، انت ما انت ميت. يعني كل الواقفين اتاثروا بكلامه، تخبط فيه، تقول له انت ما انت ميت، قوم. يعني كان منظر رهيب. تقول له قوم، عروستك جايه بعد شهر، عفشك جاهز، السياره اللي طلبتها من ابوك جاهزه، فين حلو. كان المنظر لا يستطيع أحد تحمله. لكن أسأل الله العظيم أن يكون من أهل الصلاح وبار لوالديه، وأن يحسن خاتمتنا في الدنيا والآخرة. أشكرك شيخ شكر جزيل على صبرك ويانا في 3 حلقات. يا أخوان ترى هذه نهاية الدنيا، هذا مصيرنا، هذه حياتنا وهكذا تنتهي. إما تنتهي والعياذ بالله بسوء خاتمة تسود وجوه وتبيض وجوه، أو تكون بحسن خاتمة مثل هذا الشاب خرج لأجل الصلاة، كان يقدر يلعب، كان يقدر يطوفها، كان يقدر يأجلها ويأخرها، لكن شوف رحمة الله فيه، شوف آماله وأحلامه، الشهر القادم يتزوج لكن الموت أقرب. لا تقول أنا بليلة القدر أو بعد رمضان أو بكرة، تضمن بكرة؟ تضمن تشوف غروب الشمس أو طلوعها؟ والله ما في أحد فينا يضمن. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. القصص اللي ذكرناها ترى مو تسلية، لازم تهزنا من الداخل، تجعلنا نتغير. ربنا غفور رحيم، الله رحمن، اللي يتوب توبة صادقة يبدل كل سيئاته حسنات، لكن يريد منا أن نتقدم خطوة، أن نبذل شيئا، أن نفعل شيئا لله سبحانه وتعالى. قبرك ترى هذا بيتك، الحفرة هذه ترى هذا مسكنك، أثث مسكنك، ابن لهذه الحفرة، استعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.